من قيام الليل. قال فقمت وقعدت أصلي، وقامت هي تصلي بجانبي، فلما أذن الفجر وإذا بخطاب يأتي من القصر يطالبني بسرعة الحضور، فتركت زوجتي وعدت إلى الطائف، ولم أدخل بي لزوجتي إلا ليلة واحدة، لكني في تلك الساعة أقوم كل ليلة وأتوضأ وأذهب إلى المسجد لأقوم الليل، فأجد الملك عبد العزيز قدامي يقرأ ويصلي، فقلت سبحان الله، من الذي فهم الملك ومن الذي فهم هذه المرأة في صحرائها؟ والله إنها لعبادة جليلة. قال وبعد أسبوعين أرسلوا لي رسالة: زوجتك تطلبك السماح، توفيت، ولم أدخل بها إلا ليلة واحدة، لكني ما أصلي إلا وأدعو لها، فقد علمتني كيف أقوم الليل. أخي الغالي يا رعاك الله، إذن إلى متى الرقاد؟ من لازم المنام لم يرى إلا الأحلام. كانت حبيبها العدوية إذا جاءها النوم تقول لنفسها: النوم أمامك فصلي، ثم تقوم وتصلي. نأتي إلى الرسالة الثانية: من هو أرحم الناس بنا؟ أجيبوني. أرحم الناس محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا الرؤوف الرحيم ننظر بما يوصينا ويأمرنا ويرشدنا صلوات ربي وسلامه عليه. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. نعمة عكسها في اللغة ما هو؟ بئس. إذن الذي يقول نقول له إيش؟ أنت نعم الرجل. والذي لا يقوم نحن ما نقول، نترك الكلام لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح: لما سئل عن الرجل يبيت حتى يصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. يا الله، الآن لو خرجت من المسجد وهذا ماء المطر هذا جاء على ثيابك لتأذيت، فكيف إذا جعلت الشياطين أخبث ما فيها وهو البول جعلته في أذنك، يعني صار أذنك مرحاض تبول فيه الشياطين. هذا وصف الذي لا يقوم الليل. من هو هذا؟ وصف لا يقوم الليل عند محمد عليه الصلاة والسلام. فهل ترضى لنفسك وأهلك وزوجك بهذا الوصف؟ لا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول دائما: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. مخرج في الصحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا، يوجهنا، ليس فقط أن نصلي بل أن نستمر، لا ننقطع عن قيام الليل. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهل لا أحسنوا الظن، فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا لنا عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى.
النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا فيقول: قيام الليل شرف المؤمن وعزه في استغنائه عن الناس. أخرجه الحاكم بسند حسن. هل بعد هذا شيء؟ شرفك في الدنيا شهادة، دكتوراه، أو رصيد ضخم بالملايين، هذا ما يشرفك عند أهل الدنيا. أما الذي يشرفك عند الله وعند الملائكة وعند الأنبياء، يشرفك في الدنيا ويشرفك في الآخرة، أن تأتي وقد سجلت اسمك ضمن أصحاب قيام الليل. يا الله، هذا الشرف الحقيقي. يقول عليه الصلاة والسلام مبينا أمرا غريبا عجيبا: عليكم بقيام الليل. الحديث أخرجه الحاكم وقال على شرط البخاري من رواية بلال رضي الله عنه. يقول: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. اسمع، إذا هي جادة مطروقة، ما هو عبيد العمري اللي يقول لك اطرقها، لا، الصالحون قبلك قد طرقوها، فهي جادة عامرة بالأخيار. فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ورفعة في درجاتكم ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء من الجسد. دعونا مع هاتين الكلمتين: منهاة عن الإثم ومطردة للداء من الجسد. لماذا قيام الليل ينهاك عن الآثام؟ في صحيح ابن حبان وهو في المسند يقول عليه الصلاة والسلام عندما سألوه: يا رسول الله، فلان يصلي من الليل فإذا أصبح سرق، فلان يصلي من الليل فإذا أصبح سرق. قال: سينهاه ما تقول. إذن صلاة الليل مدرسة يتعلم فيها الإنسان معاني الصلاح والخيرية. يقول وليد الأعظمي: يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني معنى الإخلاص فألزمه نهجا بالجنة يجلسني ويبصرني كيف الدنيا بالأمل الكاذب تغمسني فأشد القلب بخالقه والذكر الدائم يحرسني. فمدرسة تتعلم فيها البعد عن الخطايا، وتتعلم أن ألذ ما يمكن أن يوجد أن تقترب من الله. ولذلك كان ثابت البناني يقول: ألذ ما في نفسي قيام الليل. ويقول غيره: ليس شيء عند المتعبدين ألذ من قيام الليل. فكان يجدون له لذة، حلاوة، لأنه يعلمهم أشياء كثيرة. مرة قالت أم الربيع بن خثيم: يا ولدي، إني أشتهي أن أراك نائما. قال: يا أماه، إن الليل ليقبل علي فيهولني وينقضي عني وما قضيت إربي منه. ويقول غيره: ما أحزنني منذ 40 سنة إلا طلوع الفجر. ويقول ثابت البناني: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. لذة عظيمة. لماذا؟ لأنه يقربك من الله ويزهدك في هذه الدنيا ومتعها الرخيصة ويبصرك بالحقيقة الكبرى في الحياة. ومطردة للداء من الجسد. هل سمعتم بأن قيام الليل يداوي المرضى؟ دراسة أخيرة أنا قرأتها يقولون أن أهل قيام الليل بعد التشخيص لشرائح كثيرة
وجد أن من يقول